في مارس الماضي وخلال حفل أقيم في قاعدة سلا الجوية قرب الرباط، وقف الجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا مشيدا بخطوة المغرب الجديدة في تعزيز قدراته الدفاعية، وقال: هذه الطائرات تمنح السلاح الجوي الملكي المغربي أداة فتاكة تمكنه من دعم أهدافنا الأمنية المشتركة في المنطقة. كان المسؤول الأمريكي يشير إلى أول دفعة من مروحيات أباتشي التي سلمتها الولايات المتحدة إلى المغرب، لكن لم تمضي سوى بضعة أسابيع حتى أعلنت واشنطن عن صفقة تسليح جديدة مع الرباط بعد موافقة وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية على بيع صواريخ مضادة للطائرات من طراز ستينجر للمغرب في صفقة تصل قيمتها إلى 28 مليون دولار، وتشمل أيضا خدمات هندسية ودعما لوجستي وفني.